بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الأكارم، تقبل الله صيامكم قيامكم وصالح أعمالكم، إفطارا شهيا أجرا ثابتا إن شاء الله. أرحب بكم في برنامج حديث الإفطار، ونتحدث في هذا اليوم عن أسباب قبول الإمام الرضا سلام الله عليه لولاية العهد في زمن المأمون، حيث أثير كثير من اللغط وصل إلى أن بعض أصحاب الإمام يسألونه عن ذلك وكيف قبل ولاية العهد للظالمين. وقد تلخص الأسباب التاريخية بعض النقاط، لعل أهمها الرواية التي أجاب بها الإمام الرضا بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه حينما سئل عن هذا الأمر فقال إنه قد تم تهديده بالقتل. اللي يرجع يشوف المصادر التاريخية يشوف أكو حوار دار بين الإمام الرضا وبين المأمون دعاه فيه إلى ولاية العهد، فرفض الإمام رفضا شديدا، وبعد عدة أيام وصل الأمر إلى أنه يهدد الإمام بالقتل، فقال الإمام سلام الله عليه: إني أمرت بأن لا ألقي بنفسي إلى التهلكة. إذن بعد التهديد بالقتل قبل الإمام الرضا ولاية العهد على مضض، وهذا له تفصيل يعطينا انطباعات أخرى. مثلا قبول ولاية العهد من الإمام الرضا كشف زيف وادعاء المأمون كان يدعي شيئا، وكلام الإمام الرضا وقبوله بولاية العهد كشف هذا الزيف، لأنه حاول المأمون إضفاء الشرعية إلى حكمه، يعني من يخلي ولي العهد يفترض أن تكون له صلاحيات من خلال تعيين وعزل وإدارة والخروج والمشاركة ببعض الفعاليات مثلا، لكن الإمام رفض ذلك رفضا قاطعا، يعني قبل ولاية العهد بدون التدخل في الحكم، يعني طلب شرطا لقبول ولاية العهد أن لا يتدخل في عزل أحد ولا في تعيين أحد ولا في التدخل بالشؤون العامة ولا حتى الظهور بهذا العنوان في مناسبات خاصة. إذن أفشل الإمام الرضا خطة المأمون وأظهر زيف نواياه، وهذا أيضا نقطة مهمة. النقطة الأخرى أن الإمام كان يريد نشر تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، وبهذا الموقع يكون الإمام أكثر حرية في التعامل مع أتباعه واللقاء بأصحابه ومن يؤمنون به في أوساط الدولة العباسية، يعني في أوساط البلاط الملكي أو في وسط هذا المستوى الاجتماعي اللي هو يحكم الدولة، أو من داخل هذا الإطار ممكن أن يغير الإمام تلك المفاهيم أو ما يعيشه أولئك في تلك الأجواء اللي احنا مرات نشوف مثلا واحد يعيش في بعض الأجواء يكون بعيد عن التأثيرات ولا يرى الأمور على حقيقتها ويحتاج إلى تنبيه من هنا وتنبيه من هناك. أيضا أمر آخر نراه في قبول ولاية العهد هو عدم تحمل مسؤولية الظلم، يعني الإمام ممكن يكون في هذا المنصب ويشارك لا سمح الله من خلال العزل أو من غيره، لكن الإمام ألقى ذلك عن عاتقه من خلال ذلك الشرط الذي اشترطه لقبول ولاية العهد بأنه لا يأمر ولا يتدخل في أي أمر من هنا أو هناك. إذن كان من باب المصلحة أو من باب الأولى ومن باب دفع الضرر، واحتج الإمام بآية قبول نبي الله يوسف للتولي على خزائن الأرض لأن فيها منفعة للعوام وللناس ودفعا للظلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.